السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا مليح بصحه جيده وصحه فطوركم. البنات جيت نشارك معكم اليوم فطور تاني تاع نهار الزواج درت رمضان. والبنات هنا كيما شفتوا غادي نشارك معكم واحد الطاجين تاع الجبن مع الزيتون. دوك تشوفوا المقادير كلهم معايا. انا الزيتون راني مشاركاته معاكم، ما وريتكم الصوالح كاع شادرتي، بصح غادي نعاود لكم غير هكا ونقول لكم. وكما قلت لكم والجبن غادي تشوفوه معايا. هنا البنات كيما شفتوني درت شويه زبده وشويه زيت شويه حرور شويه زعفران في الزيتون، هذا مكان وشويه بصله مرابيه. وغادي ندير كاع هذوك المكونات وغادي نطلع الطاجين فوق الغاز يتقلى لي مليح، وغادي نروح للطاجين تاع الجبن اللي غادي نديره مع الزيتون. دوك تشوفوه معايا. غادي نزيد تاني شويه زيت البنات مع هذيك الزبده باش تذوب لي، غير حوالي نص مغرف كيما هكا تاع زيت، خاطر راني دايره الدهان ما بغيتش نكدر. والملح ما نديروش في الزيتون خاطر الزيتون دائما يجي مالح. وهذا الزيتون كيما غسلته انا 3 خطرات، عاودت غسلته كاع من داك الملح ودرته يفيض، وهنا صفيته وغادي نقليه مع داك الدجاج والبصله. وهنا غادي نروحو نحضروا طاجين الجبن. هنا البنات غادي ندير معكم 3 حبات بيض هما الاولين. وهنا البنات كنت قاليه الكفته وحدها، وكنت مفيضه الروز ثاني وحده مفيضاته بالملح، والكفته تاني فيها الملح. وكي ديروا الملح في الزلافه ما تكتروش خاطر كلش راه طايب بالملح. كل حاجه قليتها وحدها باش كي ندير المكونات نديرهم طايبين. هنا البنات 3 حبات بيض. وهنا هذه هي الكبته قليتها وحدها، درت معها غير شويه ملح وشويه حرور هذا مكان. وهذه تاني البصله تاني قليتها حبه صغيره، قليتها تاني دبلتها مليح، وغادي نديرها في الوسط تاني، وندير شويه زيتون من داك اللي درتو يطيب. غادي نبلع واحد 5 حبات ولا ونقطعهم ونديرهم تاني في الطاجين الجبن. وهذا هو الروز فايض. غادي ندير غير رشه ملح على حساب دوك 3 حبات بيض، ما نكدروش، قلت لكم كلش راه فيه الملح. حتى الفرماج كي ديروه تاني الفرماج مالح. تحبوا ديروا فيه فرماج من الداخل، انا ما درتش فيه من الداخل. وهذا هو الزيتون، قلعت قلت لكم حوالي 5 حبات كيما هكا وقطعتهم. المغرف هذه تاع البيض ما ساعدتنيش، غادي نجيب فرشيطه ونضرب بها، هذاك فرشيطه تساعدني غايه.
انا كما شفتوني البنات هذا نص كاس حليب وغادي نقطع فوقه حبه فرماج. وغادي ندير تاني حبه بيض هنايا. هذا الخليط غادي كي ينشف ندخل الاخر في الكوشه ينشف لي، نعاود زدت نخرجه ونعاود نفرغ فيه هذا الخليط تاني اللي كتشوف فيه نخلط فيه وحده، ونعاود نزيد ندخلو في الكوشه. دوك تشوفوا كلش معايا. انا غادي نروح نجيب تاني بلا باش نفرغ فيه هذاك الحشو اللي درتو، الجبن هذا اللي درتو. غادي نجيب بلا يكون طويل. تبغوا نتوما تاني ديروا بالكاري كما تبغوا، البلا اللي عندكم تقدروا ديروا به. خاطر انا هذا البلا عندي نقطع فيه 4 حبات. وهنا غادي نخلطهم كيما شفتوني البنات. درت شويه ملح قدامكم تاني شفتوني، وغادي نخليه على جيه وندير الاخر يطيب. هذا هو البلا اللي قلت لكم يقطع لي 4 حبات. نهود كاع هذاك الخليط مليح. وهنا غادي نمشيه بالفرشيطه كيما هاك، وغادي نجيب شويه فرماج نقطعو. البنات كنت دايته نطيب، من بعد فكرت بلي ما درتش الفرماج، عاودت رجعته قبل ما ندخلو في الكوشه ودرت فيه الفرماج. كيما شفتوني يعني نتحف به بفرشيطه. غادي نجيب الفرماج نديرها هي البنات. قلت لكم الاولى باش كي جيت ندخل بلاص انتبهت بلي ما درتش داك الفرماج. كيما شفتوني هنا راني نقطع في الفرماج ندير فيه. هنا البنات غادي ندخلها في الكوشه ينشف لي ونعاود نخرجو، ما نخلوش يطيب بزاف، خلوه غير قد ما ينشف. من بعدها نزيدو داك الخليط فوقاني ونخلوه يتحمر معانا. كيما شفتوا البنات دخلتها في الكوشه نشف لي شويه غير نشف. ومن بعد جيت خرج درت الخليط الزاوج اللي درتو، اللي درت معكم شويه حليب وفرماج تبقوا ديروا كريمه الشونتيي. انا درت الحليب، ما كانت عندي متوفره، درت في بلاصتها الحليب. ولادي تاني ما يحبوهاش هذيك الكريمه، ما يبغوهاش بزاف، على هذيك فضلت الحليب على الكريمه. وهنا كيما شفتوا الفرماج كيما شفتوها راه هنا مقطع قدامكم. وغادي دروك نعاود نزيد ندخلو في الكوشه وغادي يزيد يتحمر ونخرجه. وكي نخرجه ندير فيه هذاك الفرماج. وهنا البنات كيما شفتوني هاو تحمر معايا. شفتوا النور تاعه كيفاه جا. شرح دروك ندير قلعته في الكوشه، دروك راه سخون. غادي ندير هذا الفرماج كيما شفتوا. غادي نفرش هذاك الفرماج فوق هذاك البلا، وما نزيدوش ندخلو في الكوشه على الحموان. هذاك الفرماج نروحو يذوب. وغادي نزوقه بزيتو كيما هكا من الفوق.
وهنا راني نفرج فيه كيما شفتوا البنات، راني نفرج في داك الفرماج. وما نلصقوش الحبه مع اختها، داك الفرماج ما نلصقوش مع خوه، خاطر باش نخلو الخطوط باش نقطعوا الحبه، نخلو دائما بلاصه خاويه بيناتهم. كيما شفتوني البنات راني درت 4 حبات، قلتلكم على حسب 4 حبات. هذا البلان يعجبني، ما نبغيش نكثر، نبغي ندير هذا الصغير يساعدني غايه، خاطر غير الحبه تخرج كبيره ما غاديش دوك تشوف كي نحطها في الطبسي كتبان الشكل تاعها. قلت لكم البنات خلوا الخوا، شفتوني خليت الخوا بين الفرماج باش كي نقطع بالسكين نقد نرفد الحبه. وهذا هو الشكل النهائي، وغادي نزيد نزوقه بالزيتون والفرماج. قلت لكم ما ندخله في كوشه ما والو، غادي على داك الحمان غادي يذوب وحده. وهذا هو الشكل النهائي تاعه، درت معاه الزيتون. هذا هو طاجين الجبن، وهنا الفلفله والحريره والسلطه، ودرتهم تاني شويه معقوده تاني. وهذه هي الطابله تاعي. ان شاء الله يعجبكم الفيديوهات تاعي من خواتاتي. ما تنساوليش في هذاك الجيم والاشتراك، واللي ماهيش مشتركه نقولك اشتركي حبيبتي ويلحقوا كاع الفيديوهات تاعي. ان شاء الله ربي يحفظكم وربي يخليكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه ان شاء الله وصحه سحوركم، ونتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.